السلام عليكم بنانيت، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده باذن الله هنتكلم عن منتجات اصليه وكوبي. انا هتكلم النهارده عن منتجين بس لان هما منتجين مشهورين، ودي مش اول مره اتكلم عن الموضوع ده. واتكلمت قبل كده عن الماسكارا البينك بتاعت ايسنس. برضو الاصلي والتقليد، زي تعرفي الاصلي من التقليد. هسيب لكم لينك الفيديو تحت. وزي ما بقول دايما دايما وهفضل اقول الجمله دي على طول: انت عايزه تشتري كوبي انت حره، انا قررت اشتري كوبي انا حره. بس محدش يضحك عليا، يعني محدش يبيع لي التقليد على اساس انه اصلي. لا، انا اشتري التقليد بمزاجي وانا عارفه ان هو كوبي، او اشتري الكوبي بمزاجي وانا عارفه ان هو كوبي، لكن محدش يضحك عليا. عشان كده انا بعمل الفيديوهات دي او بعض من الفيديوهات دي. لكن قبل ما اخش في الفيديو حابه بس اقول كلمه صغيره، وهي عن اللوك اللي انا عاملاه ده. اللوك اللي انا عاملاه دوت اللي هو الهيلثي لوك. الهيلثي لوك دوت انا كنت عاملاه الفيديو اللي فات. وكنت عاملاه بمنتجين مكتشفاهم جديد من ايفون، حلوين قوي. بس انا حبيت اصور لكم في الشمس او في النور بتاع ربنا عشان تشوفوا اللوك او اللون البي بي والجلو على الحقيقه، مش في اضاءه التصوير. زي ما انتم شايفين البي بي مديني تان كده. شايفين يعني لو شفنا الفرق بين ايدي ووشي، في فرق طبعا. مديني تان كده. انا بالنسبه لي لون البرونزي ده لون حلو جدا، انا بحبه جدا. لو انت ما بتحبيش اللون ده هتجيبي الدرجه الافتح. بس قد ايه شكله جميل. والجلو بقى، الجلو بصوا بقى قد ايه الاضاءه كانت في الفيديو اللي فات ظلمه الجلو. بصوا وشي كله فيه جلو بيلمع ازاي، قد ايه لمعه صحيه وجميله جدا جدا جدا. فاللي ما شافش اللوك دوت يروح يتفرج عليه بليز. يعني انا مبسوطه اصلا بالاكتشاف، فحابه ان انتوا تشوفوه معايا. هسيب لكم لينك الفيديو تحت، ويلا بينا نبتدي الفيديو. طيب، اول حاجه هتكلم عليها النهارده هي الليب بالم او الثيرابي، الليب ثيرابي من فازلين. ده المفروض ان هو زي زبدة الكاكاو يعني، ومعالج للشفايف. ده كان الدكتور اوريدي كان كاتبهولي عشان التشقق والحاجات اللي في شفايفي بسبب الجفاف وبسبب الدواء اللي انا باخده. قعدت ادور عليه فتره كبيره ما لقيتوش، مش عارفه ليه كان مختفي فين يعني. المهم لقيته على جوميا وجبته. بس لقيت كمان في منه تقليد، فانا جبته قبل ما اجيب الاصلي اللي هو الفازلين الاصلي. فحبيت ان انا اوريكم الفرق بين الاتنين. اول حاجه الفازلين التقليد او الكوبي ده بيبقى شكل العلبه بتاعته، بتبقى عباره عن كارت. تمام اهي، بتبقى محطوطه في كارت لازم تفتحيه تمام كده. لكن الاصلي زي ما انتم شايفين بتبقى عباره عن قطعتين، بتفتحي القطعه دي من دي وتطلعي المنتج. ادي اول اختلاف بين الاتنين. تاني حاجه نيجي بقى للمنتج نفسه اللي جوه. ادي العلبتين تمام، دي الاصليه ودي الكوبي. ماشي اهو شكلهم. تمام. لو جينا للاتنين هنفتحهم كده من فوق. ونيجي نشوف المنتج من جوه عامل ازاي. انا مش عارفه هيبان ولا لا، بس بصوا الاصليه. اول حاجه بالنسبه للريحه، طبعا ريحه الاصليه، هما الاتنين ريحتهم حلوه، بس الاصليه ريحتها فظيعه. ريحتها حلوه جدا، ريحتها فراوله على كريز على حاجات منعشه جدا. والتقليد هم حاولوا يجيبوا الريحه دي بس على مسكره بقى، على حاجه سكريه كده، مش ريحه الفواكه قوي اللي باينه في الاصليه. ده بالنسبه للريحه. اما بالنسبه للبرودكت اللي جوه زي ما انتم شايفين، اول حاجه هو هنا مش باين قوي في التصوير، مش عارفه ليه، بس الاصليه لونها احمر والتقليد لونها على بينك شويه او احمر فاتح خالص، لكن الاصليه لونها احمر غامق. تاني حاجه الاصليه الفازلين اللي فيها ناشف، يعني بتاخدي منه ناشف. بصوا بيطلع يا دوبك
الجزء اللي انت عايزه تحطيه على شفايفك زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اما اللي هي التقليد، البرودكت اللي تحس ان هو فازلين سايح على نفسه كده شويه. بصوا مجرد بصوا طلع قد ايه، تحس ان هو سايح على نفسه كده، سايح على نفسه خالص يعني ما شاء الله. تمام. ده كده الفرق بينهم. نيجي بقى في البرودكت نفسه على الشفايف. مش هنكر ابدا ان الفازلين التقليد ده بيرطب الشفايف، ما فيش مشكله، رطب الشفايف برضو، بس الاكيد ان هو مش معالج. تمام كده. في حاجه كمان، لما كنت شفايفي بتبقى مشققه جامد قوي وباجي احط الفازلين التقليد دوت، كنت بحس ان شفايفي بتحرقني، بحس بحرقان في شفايفي. لكن لما جيت احط اللي هو الاصلي ما حرقش شفايفي خالص. فده بس اللي حبيت اقوله عن المنتجين دول. هنيجي بعد كده للمسكره بتاعه ايسنس اللي هي ستايلست فوليوم. ستايلست فوليوم ماسكارا اللي هي لونها البينك. طبعا الماسكارا دي اتشهرت جامد جدا الفتره الاخيره، وبصراحه هي ماسكارا جميله قوي 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 قوي، وانا حبيتها جدا 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 جدا. يمكن كمان انا ما بحبش البينك زي ما الناس موهومه بيها قوي، يعني انا ما بحبش البينك قوي، لكن دي حبيتها جدا جدا جدا. طيب الفرق بينها وبين الكوبي، نشوف الكوبي مع بعض اهي. طبعا اول فرق واضح جدا، ده بيبقى لونه ابيض، ده بيبقى لونه اسود. لو حد بيعرف في الالوان قوي او دقيق في الالوان هيلاقي ان دي البينك بتاعها فاتح ودي البينك بتاعها اغمق شويه، لو انت دقيقه قوي في الالوان اهو شايفين. ماشي كده. نيجي بعد كده للفرق اللي هو في الفرشه. تمام. الفرشه بتاعت ستايلست فوليوم زي ما انتم شايفين. بصوا هوريكم عامله ازاي، شايفين فيها كيرف كده عامله زي القوس شويه اهي. ده شكل المسكره، شكل الفرشه بتاعت المسكره، شايفين الكيرف اللي فيها ده. تمام. نيجي للفرشه التانية، شوفها عامله ازاي. الفرشه التانية ملهاش علاقه بيها خالص، فرشه مدوره وتخينه. ملهاش اي علاقه بفرشه فوليوم ستايلست. اما بالنسبه للتاثير فطبعا مفيش اي مقارنه خالص. تمام كده. هي تعتبر يعني فوليوم ستايلست، طبعا انا عامله لكم عنها ريفيو، هسيب لكم اللينك الريفيو تحت اللي عايز يتفرج عليه. اما بالنسبه للفوليوم ستايلست اللي هي الكوبي، هي كل اللي بتعمله ان هي بتسوي الرموش وبس، يعني مسكرة عادية خالص ما فيهاش اي مميزات خالص، مسكرة عادية ما فيش اي مميزات اقدر اقولها عليها، ولا ثبات فظيع ولا كثافة ولا اي حاجة، مسكرة عادية خالص. تمام كده. الفيديو قصير مش طويل، ويا رب تكونوا استفدتوا. او هو فيديو بسيط جدا بس حبيت اقول لكم عشان تبقوا عارفين. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ويا ريت لو انتي اول مره تتفرجي عليا يا ريت تشوفي فيديوهات تانية وتقرري اذا كنتي حابه تنضمي لاسرتنا، تعملي سبسكرايب للقناه وتعملي لايك لو استفدتي، ما تبخليش علينا باللايك يعني لو استفدتوا يا بنات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات. باي باي.